ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. النهارده عامل معاكم ميك اب العيد، ده اللي انا كنت حاطاه في اول يوم العيد. لو حابين تعرفوا انا عملت ازاي تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا. اول حاجه هبتدي بيها كالعاده هي الحواجب. رسمت الحواجب بالقلم ده من شي جلام. كالعاده بحدد الحاجب من تحت وبعد كده من الطرف، وبعد كده ببتدي املى الفراغات الموجوده في الحاجب، ومن قدام بحاول ان انا اعمل زي شعره كده عشان يبقى شكله طبيعي. ونفس الكلام بعمله في الحاجب التاني. بالنسبه لللينسز اللي انا لابساها، عشان عارفه هتسأل عنها كتير، وهي كانت من مارفل اللي هي اسمها وارم بلو. ودلوقتي بثبت الحاجب بجل الحواجب ده من شي جلام، حلو جدا وبيثبت الحواجب حلو قوي. ودلوقتي هنضف تحت الحاجب بالكونسيلر ده من اسنس. تنظيف تحت الحاجب بيخلي شكل الحاجب مرتب اكتر وشكله كده بيرفكت اكتر. باخد فرشة فلات وببتدي ان انا امشي بالراحة كده تحت الحواجب. وبنفس الكونسيلر هستخدمه كبيز للاي شادو وبدمجه بالبيوتي بلند، ده هيساعد ان الاي شادو بعد كده يبان الوانه اكتر. الاي شادو هستخدم الباليت دي من كاركتر اسمها برنسس، وهاخد اللون في النص ده لون مات. هستخدمه الاول كنت هستخدمه على كسرة العين بس، وبعد كده عجبني اللون جدا فاستخدمته على الجفن كله، وبدأت ان انا ادمجه كده بفرشة دمج كبيرة وواسعة، لان هو ده هيبقى اللون الاساسي بتاعي. الباليت دي حلوة جدا وعملية، لان هي عاملين منها مثلا اللون المات وبعد كده قصاده اللون الشيمر اللي ماشي معاه او اللي يليق معاه. بس طبعا تقدري تعملي ميكس مع اي لون في الباليت عادي. عملت نفس الكلام العين التانية، اللون بيجمنت جدا ودمجها حلو قوي الباليت، وكان سعرها كمان حلو جدا والكواليتي بتاعتها تحفة. اخدت اللون اللي بيمشي مع اللون المات اللي فوقيه على طول وحطيته على الجفن المتحرك، هو لون شيمر كده برونزي كده تحفه. وحطيت الاي شادو ده بفرشه فلات عشان يديني تركيز اكتر للون. عملت ميكس للتو فاونديشنز دول، ده من بورجوا هيلثي ميكس واسنس. وكمان حطيت معاهم نقطه واحده بس من السيروم بتاع جوسي بيوتي. الفتره دي حابه جدا ان انا اعمل ميكس اي فاونديشن بستخدمه مع السيروم، بيخلي البشره شكلها جلوي وتحفه جدا جدا. لو بشرتك جافه هيعجبك جدا جدا الميكس ده. مع اي فاونديشن، انا بقيت احطه مع اي فاونديشن بيبقى شكله حلو قوي. هتلاقوا دلوقتي البشره شكلها صحي وتحفه، بس هو بيخلي الفاونديشن خفيف اكتر، يعني تغطيته ما بتبقاش عاليه. وانا عادي ما عنديش مشكله، انا بحب الفاونديشن الخفيف في الخروج اليومي يعني. وهعمل نفس الكلام برضو مع الكونسيلر بتاع اسنس، هحط معاه نقطه برضو هيخلي شكل تحت العين جلوي وصحي اكتر. بس حبيت ان انا ازود التغطيه، فهتلاقوني هزود الكونسيلر ابليكيتور بتاعته عادي عشان يديني التغطيه الكامله بتاعه الكونسيلر نفسه، وبدمج بالفرشه. وبعد كده هبتدي امشي بالبيوتي بلندر عشان اشيل لو في اي خطوط من الفرشه او لو في زياده من الكونسيلر او الفاونديشن. نقطه واحده بس من السيروم ده هتظبط لك الفاونديشن بتاعك، خصوصا لو بشرتك جافه. وطبعا بعد رمضان انا بشرتي كانت جافه جدا جدا، فالتريك دي عجباني جدا. هستخدم الليكويد بلاشر ده من شي جلام، الدرجة اللي هي اسمها بيرثداي سوت، حلوة جدا وكانت لايقة جدا مع اللوك، بس طبعا هي بيجمنت قوي وانا زودت منها. فهوزعها الاول بالفرشة وبعد كده هشيل اي زيادة بالبيوتي بلندر عشان يبقى شكله طبيعي اكتر وميبقاش يعني اوفر كده. بس زي ما شايفين كان تحفة وكان عاجبني قوي مع لوك العيون ده. وهثبت كل حاجة بالباودر دي من بريتي باي فلورمر، دي الباودر بتاعتي المفضلة الفترة الأخيرة. حلوة جدا للناس اللي بشرتها جافة، بتثبت بس في نفس الوقت مش بتنشف ومش بتبان ابدا انك حاطة باودر على البشرة. وبعد كده استخدمت البلاشر ده من بريتي باي فلورمر، او هو برونزر بس للاسف الجزء ده ما تصورش. وهرجع تاني للعيون، هستخدم نفس اللون المات هحطه تحت عينيا بفرشة دمج صغيرة. طبعا الاي شادو تحت العين بيفرق جدا، بحسه بيكمل الميك اب، من غيره بحس انه في حاجة ناقصة. ونفس الاي شادو الشمري اخدته بفرشة صغننة وهحطه في نص العين من تحت كده، هيدي لمعة حلوة قوي للعين وهينور العين اكتر. الالوان دي اصلا بتبقى شكلها حلوة جدا مع اللانسز اللي على ازرق او على رمادي او على اخضر، بتبقى شكلها حلو قوي. دلوقتي هستخدم الهايلايتر ده من فريفر 52، حلوة جدا جدا، هو على جولد كده فحسيته هيبقى مناسب قوي مع اللوك. وزي ما شايفين تحفة قوي جدا، ومن اقل لمسة بينور الدنيا. فحسيت ان انا نورت بعد ما حطيته على وشي كله تقريبا. ودلوقتي الرموش هستخدم رموش عادية مش عارفة كانت اسمها ايه، والجلو بتاع الرموش من لانيل. واخر حاجة الشفايف، هحدد شفايفي بالليب لاينر ده من سيبال، برضو حسيته هيبقى لايق جدا مع اللوك. الدرجة بتاعته رقم 4. انا للاسف ما تصورتش صورة كويسة بعد ما خلصت الميك اب وبعد ما كويت الطرحة، وكمان ظبطت الدنيا ظبطت الطرحة بدل ما هي لوز كده.
بس مش مشكلة يعني. المهم الليبستيك اللي استخدمته كان من بورجوا اللي هو فيلفت مات، كان شكله حلو جدا. وحطيت في الاخر جلاس برضو بس ما اتصورتش بيه. واخر تاتش هو الماسكارا، ثبت رموشي مع الرموش اللي انا ركبتها، وكمان حطيت على الرموش اللي من تحت. وبس كده، ده الفاينل لوك. يا رب يكون اللوك عجبكم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.